الزمالك. الزمالك والعادة المستمرة. ده يعني ده انا هاخده عنوان بصراحة، يعني انا هاخده عنوان الزمالك والعادة المستمرة. الاهلي خسر وبيراميدز وحش وي وي وي، ما انتوا يا جماعة بتكسبوا وعملتوا هيصة وزنبليطة في الاخر خسرتوا من وادي دجلة. ماتش وادي دجلة عمله حلو قوي، يعني حلو قوي. يعني عناوين صغيرة يا جماعة، ركزوا مع ماجد سامي، شوفوا عامل مشروع عامل ازاي. الناس بتتكلم على ماتش الزمالك وبيراميدز السنة دي، الراجل المدرب اللي موجود ده اللي عنده 32 سنة، اللي مواليد 93، اللي هو يعني أنا آسف يعني اللي من سنه بيقول لي يا عمو تقريبا خارب الدنيا من السنة اللي فاتت. وعلشان يوصل اللي هو فيه من السنة اللي فاتت، وأكيد شغال بقاله كام سنة. فيعني ده مشروع، طبعا احنا ملناش دعوه بالكلام ده، ده راجل ناجح، احنا بنحب الفشل يعني. احنا عندنا فيريرا وريبيرو والهبل ده كله، فربنا معانا يعني، احنا ربنا يدينا الصحة ونعك الدنيا يعني. فده مشروع ناجح. بصوا لمجيد سامي عامل ازاي، بصوا للفريق، فريق متحفظ. يعني انا اول مرة اشوف فريق خارج من درجة الدوري الدرجة التانية، لان انا لعبت فيه بالقوة دي بصراحة، بالقوة دي. ركزوا مع الراجل ده. وطبعا الزمالك ربنا معاه، الزمالك كالعادة هو بيعمل اللي هو بيعمله.